طبعا احنا في روكسي هنا يا جماعه. المفروض ان هند مستنياني وانا رايحه لها، بس ايه بصوا يعني لقيت الشارع زحمه كده بيني وبينكم، خايفه. فانا هحاول كده اعدي الشارع بس لما يعني ايه الاشاره، واخدين بالكم؟ لا وانا عامله فيها نصحه بقى وبعدي الشارع، واخدين بالكم؟ ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده، عديت الشارع بعجوبه يا جماعه. اجي الناحيه التانيه، الناحيه التانيه. والله العظيم انا كل مره بعدي الشارع ده بتشاهد، ولا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ادينا رايحين لهند، ايه نتفسح شويه مع بعضينا. وطبعا بالنسبه للناس اللي قالوا لي انتوا فين انت واختك، انت ليه مش بتصوري مع هند؟ ادينا رايحين لهند اهو، عشان ما تزعلوش، عشان خاطركم والله، والله عشان خاطركم. بس احنا مع بعض على فكره دايما، بس مش عارفه يعني عشان ايه، زي بيقولوا كده نقطع الشك باليقين. نقطع الشك باليقين ايه؟ والله العظيم في الحالة دي ما اعرف بيقولوا ايه. يلا اهو اي كلام في اي هاتش. هنعدي الشارع تاني عشان المفروض الله الشارع فاضي يا جدعان، عشان المفروض ان هي مستنياني في حديقة روكسي. حديقة روكسي. اجري يا سمسمة. ايه المشكلة ما نعيش كده طفولتنا؟ ايه المشكلة يا جماعة؟ حاجات جميلة اهي، حاجات جنب كام دي؟ ب200، بيقولك ب200. بصوا دي ب200 يا جماعة. بصوا جنب حديقة روكس، ب200 جنب حديقة روكس. بصوا الحاجات الجميلة، شايفين؟ ب200 جنيه، ب200 جنيه يا جماعة. حاجات حلوة ولذيذة اهي. طبعا يعني ناس كده ايه قاعدة غلابة 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 يا حلوين، غلابة اهو للعرايس كمان. شفتوا الجمال؟ شفتوا الحلويات؟ والله قاعدين ب200 يا بلاش. اخره 200 برضو. هو مين اللي هنا؟ اخره 200. احنا شفناه ده قبل كده. لا شفتوا الاحمر ده؟ المفروض ان احنا اهو جنب الحديقه اللي انا رايحه اقابل هند فيها. بدور لغايه دلوقتي اهي جوه. لقيتها والله. حلو والله. السلام عليكم. ايه تيكت؟ كام؟ 5 جنيه. 5 جنيه بس يا جماعه، والله يا بلاش، والله يا بلاش. لا تخش تدفعي فوق على المشاريب. وادفع جوه على المشاريب كمان؟ وترابيزه يعني 5 جنيه مش شامله كمان اي حاجه؟ لا مش شامله حاجه، دي كده تفتح بتسلمي علينا بس. هات الباقي. اتفضلي. 5 جنيه بس يا جماعه، والله كويس جدا. تعالي انت بقى وجوزك وعيالك وكلكم. سيدنا محمد رسول الله. ناخد السبق الصحفي. بصوا قاعده فين، بصوا قاعده فين. ازيك يا هندود؟ يا لهوي استنى اما اعدي، استنى اما اعدي. هند ازيك يا هندود؟ اهلا 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 بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله، عرقانه وحرانه. ازيك يا هايدي؟ ازيك يا دودو؟ عامله ايه يا جميله؟ هاتي بوسه. عسل عسل. يلا نقعد بقى شويه. اخيرا خرجنا نتهوى شويه ونشم هوا، يعني نتهوى ونشم هوا عادي الاتنين مع بعض عادي، كله ماشي، كله شغال. جينا هنا يا جماعه، دي حديقه روكسي زي ما انتم شايفين كده. هي في اول روكسي، شارع مش الشارع ده اسمه ايه؟ ابراهيم اللقاني. ابراهيم اللقاني. احنا في ابراهيم اللقاني في روكسي، في الحديقه اللي كنا بنقول عليها حديقه النافوره، اللي كانت بصوا قدام عمر افندي، جنب عمر افندي، بنقول جنينة وجنب البنزينه
بنزينة البنزين. بنزينة البنزين. احنا كنا بنسميها جنينة روكسي. رايحين فين؟ رايحين جنينة روكسي. يعني حماتي الله يرحمها كان كل يوم جمعة لازم تجيبنا هنا نتفسح في جنينة روكسي. بس طبعا دلوقتي وضبوها وهيئوها ونظفوها وخلوا كده ايه في قعدات جميله زي ما انتم شايفين كده. بصوا الناس كلها جايبه طبعا ولادها، يعني هي عائليه. بس مش عارفه ليه احنا قاعدين بحس كده ان احنا محط الانظار. ايوه عشان ماسكين الموبايل وبنصور ايه طبيعي. المشكله يعني. لا ما كلنا الناس كلها بتمسك الموبايل والناس كلها بتصور. يعني وانا بصورك دلوقتي الست بتقولي نزلي الموبايل عشان الكشاف ضارب في عيني. ايوه الكشاف. بصوا احنا قاعدين بينا وبين الست اللي هي بتقول لكم عليها دي 3 امتار. بصوا يا جماعه بصوا الجمال. هوريكم كده الحديقه كلها كده حلوه قوي قوي وامنه طبعا زي ما انتم شايفين طبعا لان عليها سور حديد. سور حديد فطبعا امنه جدا طبعا للاطفال. حضرتك بقى يا ست هندي يعني انت ليه مش بتصوري معايا؟ لا انت مش متعاونه. انا ايوه انا ايه يا جماعه احنا مع بعض على طول والله احنا مع بعض بس ممكن ما بنصورش عادي الدنيا عادي. مش معقوله كل ما بنتقابل كل ما بنصور. لا الحياه طبيعيه يعني خالص مش لازم نصور. التصوير بياخد وقتنا ومجهود مننا فبنفضل ان احنا نقعد من غير تصوير عشان نستمتع بالحياه بالوقت اللي احنا بنقضيه مع بعض يعني. ودينا قاعدين وخرجنا ومعاها هايدي بنتها بس ولادنا بقى مش بيحبوا التصوير قوي يعني زي ما انتم عارفين فقلنا نصور بعضينا واحنا قاعدين مع بعضينا ونقوم دلوقتي نتمشى برضو ونصور الاماكن اللي هايدي راحت هنخشها. تشتري ميه وشيبسي وشويه حبشتكنات من ايوه الكشك. وانا جبت لها تين شوكي بس كلناه انا ما صورتش انما هي صورت التين الشوكي يعني هتشوفوه عندها ان شاء الله. التين الشوكي يا جماعه بقاله سعر بقى 3 ب10 جنيه. كنا الاول 4 ب10 جنيه ما بيرضاش فبضطر اخده ال3 ب10 جنيه. عايزه اقول لكم ان هو ما بيتقطعش من بيتي خالص. هند انا جبت ال4 ب10 جنيه. عايزه اقول لك في شوكه والله دخلت جبت في صباعي من الكيس. شوكه صح؟ طب صدقيني لما اقول لك ان انا كلت واحده بحالها قبل كده ببقي كده مليان شوك. لقيت الشوكه طلعت لي هنا جوه هنا يا جماعه والله. هي في صباعي دلوقتي وانا باخد من جوه الكيس الشوكه ماسكه في صباعي مضايقاني قوي. يا الله. وميه دافيه بقى تحطي ايديكي في ميه سخنه وبعدين تطلعيها تلاقيها كده المسام بتاع ايدك طلعت يعني اتفتحت تقومي مطلعها باي حاجه ملقاط كده. واخدين بالكم؟ هو انا مالي انا بس عرفت هو انا بعشق التين الشوكي. يعني ماجد لازم بيخليه في التلاجة بيجيب لي كمية يعني طبق بحاله كده مليان. اقوم من النوم في عز الليل اخش اكل تين شوكي عشان ابل ريقي. والله يا جماعه كنا بنجيب الواحده بجنيه في بجنيه في بجنيه ونص ممكن الثلاثه يبصوا فجاه كده تين الشوكي بقاله سعر. ايوه بس مهما غالي ومهما حصل عايزه اقول لكم برضو ايه بنبقى عايزين يعني ناكل تين شوكي لان احنا متعودين عليه. لا جميل ومفيد جدا جدا بس خدوا بالكم طبعا وهو بيقشر لكم التين الشوكي تبقى انتوا ماسكين الكيس في ايديكم. مش هو اللي يمسك الكيس. ما يمسكش هو الكيس عشان الشوك والكلام ده كله وبعد كده تقعدوا بقى ايه ندي على الراجل بقى وتدعوا على الراجل. امسكوا الكيس وافتحوه هو يحط على طول كده فين في الكيس التين الشوكي. ودي معلومة مفيدة طبعا مني انا وهندي يعني. تمام. التين الشوكي مفيد للانيميا. لا اما اقول لكم حاجة استني يا هند. لا اما اقول لكم حاجة بقى بعد ما يفتح التينية الشوكة القطيها انت كده وحطيها على بقك على طول. ايوه والله انا عندي ممكن كنا نقف على عربية التين الشوكي وهو يقطع ويقشر واحنا ناكل في الاخر نقول له ها يا عم احنا كلنا قد ايه؟ ايوه بكام يا عم؟ ايوه. خلينا بصراحة ذكريات مع التين الشوكي ومن خلال قناتي انا كله تين شوكي يا جماعة. يا جماعة النور قطع واحنا قاعدين انا مش عارفة ايه حكاية النور ده. ايوه يا هند ادينا شوية كشاف. النور قطع يا جماعة والله واحنا قاعدين. شفتوا
لازم ساعة كده النور يقطع. هو دي لازم استنى اجيب لكم حته فيها نور. الأحمال العالية. فاحنا قاعدين فجأة النور قطع يا جماعه. عمرو أديب كان منوه على الموضوع ده، يعني كان قايل انه هيقطع كل يوم ساعة. بس سيبكم انتوا، الحمد لله ان احنا النور قطع. احسن ان احنا في الشارع مش في البيت، الحمد لله يعني. والجو طراوه وحلو جدا جدا، والناس برضو عايشه حياتها عادي جدا خالص. ما تيجي يا هند بقى نقوم نتمشى شويه، المكالمه تخلص، فاهمه؟ بصوا يا جماعه، احلى حاجه في الموضوع يعني طبعا هو النور جه دلوقتي، يعني حسينا كده ان احنا زي ما كنا رحنا اتردد. فاحلى حاجه في الموضوع ايه؟ قولوا لي ايه؟ اقول لكم بصوا القمر. بصوا القمر طالع بدري ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. قعدنا قعدتنا وخدنا بعضنا اهو وماشيين. طبعا كان نفسنا ان احنا نخرج ونتمشى كده، بس القعده بصراحه احسن. يا السلام عليكم. القعده بصراحه هنا احلى من التمشيه واحلى من اي مكان تمشوا في الجو ده، يعني قعده جميله والجنينه تحفه جدا. فهنمشي بقى نروح. عمالة اقول لها اطلب دي ولا اركب باص، فهي بتنصحني ان انا اركب باص. انا خايف اركب باص لوحدي. انا ما نصحتش يا جماعه عشان ما هي ما تجيش في دماغكم ان انا بخيله ولا حاجه. لا انا قلت لها قدامنا هنا مش بخيله يعني. استني بس، انا قلت لها قدامنا هنا الميني باصات، الباص ينزلها قدام البيت بتاعها على طول. تاخد الباص اللي قدامها اهو دلوقتي، ولا تطلب اوبر وتدفع له 100 جنيه؟ ايه الاحسن؟ مش بخيله. الباص بقى بكام يا هند اصلا؟ الباص بقالي كتير ما دفعتش. 5 جنيه. لا اكتر. الباص تقريبا ب 10 جنيه. ادفع 10 جنيه ولا ادفع 100 جنيه؟ هو قدامي اهو. يلا عموما يا جماعه، يا رب كده الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. كان لقطات بسيطه كده بس تغيير الجو حلو، واخدين بالكم. يلا باي باي. باي باي. باي باي. مع السلامه.